المشكلة بقى المرة دي جايلي من امبارح، بس هي مشكلة تفصى شوية. اسمعوا بقى. بيقول ايه؟ ده راجل طبعا، زوج مش زوجة اهي. لقينا حد بيشتكي اهو من الرجال. بيقول انا مشكلتي يا جماعة ان انا متجوز من 3 شهور. يا نهار ازرق، من 3 شهور ازرق! من 3 شهور بس وعندك مشكلة؟ طيب، ده احنا لينا الجنة بقى. متجوز من 3 شهور. حلو. بيقول كده. هي لها أخت وولدين صغيرين، أمها وأبوها حرفيا كده كل ما يجوا عندي بس بيتطفصوا أو بيشربوا كلام أصلا اللي قايله يضحك. بيتنافسوا مين ياكل ويشرب أكتر، وبيجوا يخلصوا لي الأكل اللي في البيت. يعني بيقعدوا عندي بالست أو السبع ساعات. 6 أو 7 ساعات ده كتير أوي. ما انتوا بتقعدوا يعني نص اليوم مثلا. يعني انا بقالي اسبوعين، في اول اسبوعين جواز كانوا شبه يوميا عندي، والله زي ما بقول لكم. والله يا اخويا مصدقينك. وبيجوا يجيبوا هما جايين ايه؟ طب ما هو ناس كويسه اهو. شويه خضار وشويه فاكهه او علبه حلويات يعني. الله يكتر خيرهم. وبيقعدوا عندي بال6 أو 7 ساعات زي ما انا قلت. ولازم امها وابوها يصمموا يحضروا لنا الغدا والعشاء. والله كتر خيرها، بتشيل عن مراتك اهو. دلوقتي بقت الزيارة عندهم يعني هو العريس بيقول إن الزيارة من أهل مراته بيجوا عندهم خميس وجمعة وسبت طول الأسبوع. يعني هو عايز يقول لنا طول الأسبوع بس بيمهد لنا خميس وجمعة وسبت. مش ملاحق عليهم. مفيش حاجة بتفضل يا جماعة في التلاجة. حتى زوجتي بقت مهملة في البيت، ما هي قاعدة بتطبخ لأمها وأبوها بقى. وما بتلحقش حتى تخبي حاجة من الأكل. أخبي حاجة من الأكل لجوزي من أمي وأبويا؟ هما ناس، بيقول بقى ملحوظة، هما ناس كويسين بس مش عارف اعمل معاهم ايه. النبي يا جماعة حد يقول لي الشخص ده يعمل معاهم ايه. ما عنديش رد.